ده تحدي ما ينفعش نشوفه، لا ينفع نشوفه ولا ينفع نروج له ولا ينفع نضحك عليه ولا ينفع ندوس عليه لايك وشير ولا ينفع نوري بعض ولا ينفع العيال تتشجع. فلاقي الاطفال كلها طالعه في الحمامات في بيوتها مصوره فيديوهات. اولا ليه اخترنا الحمام؟ يعني ليه بنصور حمامات بيوتنا؟ ثانيا وده مهم جدا، تربويا ما ينفعش الطفل يتقال له، ينفعش انا encourage وفاليديت. تربويا ما ينفعش اشجع وادي موافقة على تصرف خاطئ، لان الطفل مع الوقت بيتلخبط، ما بيبقاش عارف هو ده تصرف وحش ولا تصرف حلو، الكلمة الحلوة دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة. وفي المجمل يا جماعة احنا لازم نبطل نضحك لما الولاد يقولوا كلام وحش. يعني حتى لو كلمة انت مش قادرة تمسكي نفسك وحاسة انها يعني ازاي طلعت من الشبر ونص الصغير ده، اعملي نفسك كده حازمة وقولي لا ده احنا مش بنقول كده، احنا بنقول كذا. انما انا ما ينفعش اوافق وادي اوكي انه تعالى اشتم دلوقتي ربع ساعة زي ما انت عايز. الطفل اللي عنده حجم الغضب ده اللي بيخليه يطلع يشتم ويقول الالفاظ دي، علاجه يعني علاج البنت اللي كانت في الحضانة مش ان انا اقول لها تعالي اشتمي كل يوم ربع ساعة في الحمام، وما تكبر شوية اقول لها خدي يا بنتي اشربي سجارة في الحمام طلعي قرفك. مش بنعمل كده يا جماعة. بنشوف السبب ايه اللي عامل غضب للطفل ومخليه متضايق ونحاول نحله مع الوقت تربويا. بنشوف ازاي الطفلة جابت الالفاظ دي من المجتمع ومن الام وشايفة الاب وهو سايق بيقول الفاظ عاملة ازاي، والتلفزيون بيقول حاجات عاملة ازاي، وتيك توك ده يعني الله يخرب بيتكم، الله يخرب بيت تيك توك على بيت سنين مش مصدقه اللي هو بيعمله. خلوني انا اللي اقول الباد ووردز اهو، طلعوني عن شعوري. فاحنا اول حاجة مش بنشجع ومش بنفاليديت، وحاجة كمان مش بندي للطفل اهتمام او تركيز او اتنشن لما يعمل حاجة وحشة. احنا بندي الاهتمام والتركيز ونقعد نصور وننبسط اما الطفل يكون بيعمل تصرف لطيف. انما انا لما اثبت اهتمامه على حاجة زي دي انا بخربه. الحاجة بقى الاوحش اللي الناس مش مهتمة ليها، فكرة ان انا افتح فيديو على السوشيال ميديا احط فيه طفل واسيبه يكلم الناس. يا جماعة السوشيال ميديا صعبة، وحياة ربنا صعبة. انا بكلمكم من موقعي هذا على السوشيال ميديا وبقول لكم صعبة قوي ان نفسيا الواحد يفضل سوي وهو بيتعامل عليها، بالذات كإنفلونسر او حد عنده صفحة او حد بيطلع او الكلام ده. ما بالكم الطفل بيتأثر بكل لايك، بعد شوية بيبقى هدفه ان الفيديو اللي عمل 100,000 فيو يعمل واحد اجمد منه ب400,000 فيو، وهو طفل هو مش فاهم ايه الصح وايه الغلط. فهيطلع المرة اللي بعدها ماما انا عاوز اشتم، ماما انا عاوز اعمل، ماما انا بشوف البنات على التيك توك بيلبسوا لبس حلو قوي، انت ليه ما بتجيبيليش كل اللبس ده؟ ليه ما بطلعش اتصور عارفين الفيديوهات الريل القصير اللي العيال بتطلع تلبس فيه 7000 لبس ده؟ انا مش عارفه بيغطوا المصاريف دي كلها ازاي. ده صعب نفسيا جدا على الطفل. فكره ان انا احط فوتج او جزء من صور الاطفال على السوشيال ميديا ده خطر جدا. انا باجي ساعات احط صور للبنات انا معاهم واقوم حاطه عليها قلب او حاطه عليها حضن او حاجات كده، الناس تقعد تقولي انت خايفه يتحسدوا. والله العظيم يا جماعه الموضوع ما في الحسد، الموضوع ان هي مش بتاعتي، اولادكم منكم منكم وليسوا لكم. هي مش اونرشيب، هي مش بتاعتي عشان انا، هي مش شنطتي او ساعتي او اشاربي انا بقرر هي تطلع امتى وما تطلعش امتى. هي صغيره قوي على انها تدي ابروفل. المرة الوحيدة اللي وانتوا مش عارفين المجتمع صعب ازاي. انا المرة الوحيدة اللي حطيت فيها فيديو للبنات وهم طالعين معايا كان يوم ما بيحكوا على ضيف الغدار والقصص واللي بتحصل في هناك في غزة. ويا جماعة اللي بيحصل في غزة ما وقفش، فياريت ما ننساش، بس هو فيسبوك يعني هشتم اللي بيخلي اي حاجة بنقولها عليه بتتقفل. انا عايزة اقول لكم ان انا بعد الفيديو ده ب3 شهور بنتي خرجت مع باباها صدفة مع باباها، في واحدة وقفتها وقالت لها مش دي بنت الدكتورة باكينام؟ هي على فكرة بتعمل كده والله العظيم بمنتهى النية الحلوة، يا حبا فيا وفي البنت، انا مش متضايقة منها خالص، بس هي ست نيتها سليمة. ما بالكم لو حد نيته مش سليمة؟ انتوا عارفين في حجم ناس نيتها وحشة قوي بتبعت حاجات مقرفة جدا على اللايف وعلى الفيسبوك. انا طول النهار بشيل في بوستات مقرفة وبعمل بلوك لناس وحشة قوي قوي. انتوا مش عارفين ان الناس في ناس مريضة بتشوف اطفال وبتدور على صور للاطفال؟ مش عارفين ان تيك توك بيحصل عليه حاجات مريضة جدا لستات وبنات، كل ده عشان نشتهر ونعمل فلوس؟ فانا مش عارفة، انا ما اقدرش اعمل حاجة اخلي بنتي بعدين تيجي تقولي ماما انت ليه كنتي بتستخدميني في حاجة زي دي؟
او ليه ما كنتيش تاخدي رأيي؟ حتى لو انا شلت الفيديو، في حاجة اسمها ديجيتال فوت برينت. يعني ايه ديجيتال فوت برينت؟ يعني كل طفل ليه بصمة او اثر على الفيديوهات. انا ممكن اشيل فيديو انا حطاه على تيك توك او هنا على فيسبوك، بس الاقي للفيديو 600 نسخة في حتة تانية بياخدوها. يعني قنوات كتير صغيرة بتحطها، صفحات بتحطها من باب انها تزود فيوز، لو فرجتي بتزود الفيوز. فانا مش ضامنه مين معاه صور، مش ضامنه اللي باصص للصوره دي بيعمل بيها ايه. يا جماعه الحياه مش وردي زي ما انتوا فاكرين، في ناس وحشه قوي في الدنيا. انا ما بستخدمش ولادي عشان اطلع ترند، ما ينفعش اعمل كده. ينفع على مستوى محدود مع ناس معينه انا عارفه ان انا ينفع يشوفوا اصحابي ومحدداهم على فيسبوك في محيط معين، ابقى عارفه الصور دي مع مين وبيتعمل بيها ايه وبتتشاف ازاي. انما هي هتيجي تحاسبني بعدين وتقولي انت فرطتي في البرايفسي بتاعتي او في السكيورتي بتاعتي، في خصوصيتي او في اماني. انا اقول لها ايه؟ طيب نخش بقى على حاجه تانية. الاطفال محتاجه تفهم، الاطفال اللي بتتفرج والاطفال اللي بيطلعوا على السوشيال ميديا محتاجين يتعلموا في الزمن اللي العيال اتهبلت فيه من السوشيال ميديا، محتاجين يتعلموا الفرق ما بين المحتوى الجيد والمحتوى الوحش. انا ما بينفعش اضحك على ناس بتقع او بيتعمل فيها مقلب، او ناس بتتشتم، او ناس بتقلع هدومها، او ناس يعني انا ما بينفعش يعني الهبل اللي وصلنا له في التيك توك والجري ورا الفيوز ما ينفعش ينسينا ايه اللي بنبص عليه. في على فكرة اطفال بتعمل كونتنت تحفة، مش اطفال قوي يعني تينيجرز، يعني سن اكبر شويه، انا بشوفهم بيعملوا حاجات علميه، بيعملوا حاجات فنيه، بيعملوا حتى لو حاجات لطيفه تخلي، مش لازم الحياه تبقى كلها بالورقه والقلم وبنعلم بعض. ما هو الواحد اتخانق مش عايز يتفرج على علم، ساعات بيبقى عايز يتفرج على حاجات لطيفه بس بادب. بصوا على الولاد على الكرتونز بيتفرجوا على ايه يا جماعه؟ كل تركيزكم في الكرتونز ان الاولاد بيتفرجوا على محتوى وحش، بيشجع يعني بيخرب الفطره. بتدوروا على الحاجات الكبيره، طب ما تفكروا في الحاجات الصغيره اللي اولادنا بيتفرجوا عليها 24 ساعه اللي بتخرب الفطره اكتر. في قنوات على البتاع ده، على راي بنتي بتقولي مامي دي القناه بتاعت الكلام الوحش. اطفال صغيرين بيمثلوا كده بالتماثيل، بيقولوا لبعض كلام انا مش متخيله اطفال بتقولوا لبعض ازاي. حتى مش الفاظ، طريقه صوت بيكلموا بعض بيها، بيقفوا يتخانقوا لبعض. هو احنا ليه بنفرج ولادنا على كرتون من النوع ده؟ او مش كرتون، اللي هو التمثيل بالعرايس. والقنوات على يوتيوب عندهم بالملايين فيوز وانتوا عارفين القنوات. طب ما انا النهارده بقول الفاظ وحشه، ولادي بتقول الفاظ وحشه، وجوزي بيسوق هيقول الفاظ وحشه، وهنشوف في التلفزيون الفاظ وحشه. ما هي الحياه بقت كلها وحشه. هو احنا ليه ما بندقش على ان الكلمه كويسه حاجه كويسه؟ وان اللي بيشتم بجد من الكبار بيشتم عشان عنده انجر ايشوز، عنده مشاكل في التعامل مع الغضب، محتاجه ثيرابيست يساعده، يعني محتاجه حد متخصص يساعده. انما الكلام الوحش دي مش حاجه حلوه بنضحك عليها. انا عايزه اقول لكم العيال بيشربوا مننا قد ايه. بنتي ساعات لما تقول لي شكرا صغننه فاقول لها عفوا، ساعات تانية اقول لها العفو، فهي ما بقتش فاهمه الفرق ما بين عفوا والعفو، فبقت بتقول لي بالعفوا. انا مش بقول ان انا طول الوقت بقول كلام حلو او ان عيالي ملايكه، عيالي برضو طلعين عينيا وانا بغلط 1000 غلطه. انا بقول ان العيال بيشربوا منك اللي انت قلتيه. اديتيله الحاجه وقلتي له اتفضلي، اتفضلي هتقولك اتفضلي. اديتيله الحاجه وقلتي له خد، هيقولك خدي. سمعتيه مهرجانات هيجي يقولك الالفاظ الوحشه. فلازم العيال تتعلم ايه الحاجه اللي تدخل ودنهم حلوه وايه الحاجه اللي تدخل ودنهم وحشه. نعالج السبب. الطفل اللي عنده غضب سببه الحقيقي ان انا ككبيره عندي غضب ما بعالجوش. الطفل اللي نفسه يقعد يصرخ في الحمام ويقول الفاظ وحشه وبعدين يقعد يكسر حاجات في الحمام، الطفل ده عنده مشكله غضب. اوعوا بقى نقعد نمسك في الحاجات بتاعت ايه، لا وانتي بتكلميه اعملي كذا وانتي ما، كل دي حلول حوالين الموضوع. الحل الحقيقي ان انا اتعامل مع الغضب بتاعي. ولو انا ككبيره كل السنين دي مش عارفه اقعد مع نفسي افكر انا ايه اللي بيزعلني، ايه القرارات اللي محتاجه اخدها في حياتي عشان ابقى اهدى، ازاي افضفض مع مين، اطلع الطاقه السلبيه اللي عندي ازاي، افرمل نفسي ازاي لما اجي اتعصب على العيال واتعلم معاهم. انا مش بقول ان انا بيرفكت، يعني انا النهارده لما باجي اتعصب، اخر مره انا بنتي قالت لي ايه، ماما قلتي لي لما تتعصبي اقول لك تدخلي الاوضه 5 دقايق. قلت لها والله عندك حق، كويس انا قلت لك كده.
دخلت الاوضه 5 دقايق رجعت هاديه. مش بقى ملاك، بس ارحم من العك اللي كنت هقوله. ما احنا ساعات بنمسك الربابه ونقعد نعزف على غلطه قد كده، هي وقعت حاجه، اقعد ساعه وانا بنضف الحاجه اللي هي وقعتها بقى، اقول ما انتوا انا عندي طاقه، مشكلتي انا. العيال دي مش مخده المفروض اطلع فيها طاقتي، اقعد اخبط فيها ما بتردش. فاذا انا ككبيره مش عارفه احل مشاكلي في الغضب، انا بطلب من العيل الصغير اللي قد كده اللي لسه ما طلعش من البيضه ده ان هو اللي يعالج مشكلته في الغضب ويبقى فيري كيوت. لا يا حبيبي مش بنقول كده، لا انت وحش قوي بتزعق لمامي، لا انت بتقول الفاظ ما يصحش انها تتقال. طب ما انتوا الكبار مش عارفين تبطلوا الالفاظ. والرجاله يا جماعه ما اعرفش ليه الرجاله متخيله ان من الرجوله ان انا اشتم عادي. لا مش هنشتم قدام البنات، احنا رجاله قوي بنشتم لوحدنا. بتشتموا لوحدكم ليه؟ يعني مين قال ان ده من الرجوله؟ مين قال ان دي حاجه عدله؟ دي حاجه نستعر منها لو احنا بنشتم ومش عارفين نبطل نشتم. انا مش هحاول اقول امثله دينيه انتوا كلكم عارفينها على ان الحاجه اللي بتطلع من البق عدله. بقى الامهات النهارده بدل ما تقول لاولادها كل ما تقول كلمه، احنا زمان كانوا بيعملوا لنا ايه؟ كنا بنعمل للولاد في الانشطه، كنا بنجيب لهم برطمانات نقول له لو قلت كلمه حلوه دي زي العسل اللي طالع من بق النحله هنحطه في برطمان العسل، ولما يخلص برطمان العسل هنفكه ونجيب بداله لعبه. الكلمه الوحشه لا دي كلمه وحشه هنطلعها ونكتبها على ورقه ونقطعها ونرميها عشان انت احسن من كده وانضف من كده ما يطلعش منك العيبه. النهارده بقى العيل يشتم ونقول له تف على عمه يا حبيبي، اشتم يا حبيبي. دي حاجه تحرق الدم، يعني مش ممكن يكون ده اللي احنا وصلنا له. فيا جماعه عشان خاطري انتوا ما تروجوش لده. اللي بيحط محتوى على السوشيال ميديا لما بيلاقي الناس بتشجعه وبتنشره بيعملوا كتير، لما بيلاقي الناس المحترمه بتقدر الحاجه المحترمه وما بتبصش للحاجه اللي مش محترمه هو من نفسه بيضطر يحترمنا. انا عايزه اقول لكم انه انتوا اجبرتوا كميه ناس قد ايه انها تكلمكم باحترام كأمهات. راجعوا كده من 3-4 سنين الصفحات كانت او الدكاتره، بعض الدكاتره مش كلهم، وبعض المدربين التربويين كانوا بيتكلموا مع الستات بطريقه باصيه عامله ازاي. النهارده انا لما احط بوست اقول كلمونا عدل او كلموا معانا بادب او اللطف جميل او الطبطبه حلوه، وانتوا تيجوا ترفعوا البوست وتعملوا له قيمه وتدوسوا لايك وشير وتقعدوا تكتبوا كلام حب ونقعد نحب في بعض، ده بيخلي صانع المحتوى التاني يعمل ايه؟ يبص على الكلام يقول والله ده اللي بيكسب، ده اللي بينجح نعمله. انما احنا بنروح نسقف للحاجات الوحشه، ما المجتمع كله بيبقى وحش. انتوا خايفين على الولاد، انا عارفه ان انتوا خايفين على الولاد، والحل مش المنع على فكره. طبعا في سن معين ممنوع يشوفوا شاشات، ممنوع يبقى عنده اكاونت على تيك توك، ممنوع يسمع كلام وحش. بس عند سن تاني، انا بنتي الكبيره دلوقتي بفتح لها اللي هو يوتيوب كيدز في الساعه اللي المفروض تشوف فيها يوتيوب كيدز، عشان عارفه انه مش بيحطوا محتوى قليل ادب، بس انا سامعاها ايه اللي بيحصل، بتسمع ايه وما بتسمعش ايه. وبقالي كذا سنه خلاص كبرت، فبقالي كذا سنه بقول لا ده حلو ده وحش. النهارده هي من نفسها لما بيجي لها قناه تقول لي ماما دي القناه اللي بتجيب كلام وحش عايزين اغيرها. او انا بقول حاجه بحكي حكايه مثلا في التليفون مع حد فيجي لفظ وحش تقول لي ماما على فكره انت قلتي لفظ وحش. في الفاظ معينه ساعات نعمل عليها لعبه مين هيدفع 5 جنيه لو قالها، يعني بنتغرم احنا ككبار عشان نمسك لساننا. فانا مش بقول ان احنا بنتولد طيبين ولساننا حلو ما بيطلعش منه العيبه، بس على قد ما نقدر يعني على الاقل ما نبقاش بالنورمالايز ده. مش كل ترند متخلف من ناس متخلفه بتجيلنا بنعمل زيهم. اديكوا شفتوا هم عاملين ازاي. اظن اللي حصل من اكتوبر لغايه النهارده معرفكوا قد ايه دي كائنات لا عندها قلب ولا عندها رحمه ولا عندها انسانيه ولا بيتهتم لاي شخص غيرها، ومخها محدود مش زي ما احنا كنا فاكرين ان هم بريليانت واذكياء وبيفهموا كل حاجه. لا، هم شعوب مخها قد كده بيضحك عليها بهبل على التلفزيونات، ما عندهمش استعداد يبصوا حتى فيرذر. كم واحد فيهم ليه جدر عارف هو جاي منين. انا مش بعمم ان كل الناس اللي عايشه بره وكل الناس ده يبقى هبل مني، طبعا في ناس كتير قوي محترمه وجميله وانسانه وواقفه مع القضيه يمكن اكتر ما العرب واقفين مع القضيه، بس احنا كويسين قوي. احنا ليه بنقلد الهبل؟ احنا نقدر نعمل ترندز رهيبه. احنا عندنا فيديو هنا على فيسبوك على الصفحه هنا للاسعافات الاوليه معدي 10 مليون فيو. مش ده بيسموه حاجه ترندنج وكويسه وجميله؟ طب ما تبقى الترند عدل.
مين اللي عمل منه حاجه؟ انا باكينام؟ لا طبعا انتوا. انا كان ممكن افتح الكاميرا كل يوم واتكلم ومحدش يعبرني. انتي اللي عاجبك، انتي اللي بتعملي تاج لواحده صاحبتك في بوست طبطبه عشان نفسك تطبطبي عليها، عشان نفسك تقوليها انتي بني ادمه كويسه. فاحنا اصلا مجتمع نظيف، مش زي ما بيفهمونا، مش زي ما الكلام النيجاتيف بيتقال احنا وحشين، احنا ضعنا، العرب دول معرفش ايه. لا، العرب مش وحشين، احنا مجتمعات نظيفة ومجتمعات انسانية جدا. انتوا مش عارفين كلنا على المستوى الانساني بنحاول نعمل ايه عشان ننصر اي حد احنا شايفينه مظلوم. احنا طيبين، احنا بنساعد بعض، احنا ما بنسيبش بعض في الشوارع. لو واحد بس داخ وقاعد في الشارع بتلاقي 100 واقفين حوالين درجة هو مش عارف يتنفس من كتر الحب ومن كتر الاهتمام. احنا ناس جدعة بتحبي على بعض، بناخد بالنا من بعض. مش معنى ان في ظروف اقتصادية صعبة مخلية ناس بتسرق وناس بتنهب وناس بتستغل الفرص وناس وحشة ان احنا وحشين. احنا مش وحشين. انتي النهاردة اللي معاكي، لو معاكي 5 جنيه اللي ميزانيته قد كده بيتبرع بحاجة قد كده، واللي ميزانيته قد كده بيتبرع. مين قال ان مصر ما فيهاش ناس بتتبرع وما فيهاش ناس محترمة وما فيهاش ناس بتراعي ظروف بعض؟ ونحاول نلتمس العذر لبعض. احنا برضو مش بنحط الامهات اللي بتنزل فيديوهات من النوع ده على منصة ان احنا نقول عليهم كويسين او وحشين. مش احنا اللي نقدر نقول على حد كويس او وحش. الناس كلها كويس، الامهات كلها والله العظيم كويس وفايض بيها تعب. فمحدش يقعد يحط الورقة والقلم ويحكم. نحب قوي الاحكام، دي حلوة دي وحشة، دي بتربي كويس لا دي ما بتربيش كويس. لا حبيبتي، انت بتتهميها انها ما بتربيش كويس او مركزة مع الوحش اللي فيها عشان انت جواكي حاجة ناقصة، او عشان انت مهددة بوجودها، او عشان انت غيرانة ونفسك تعملي ده، او عشان انت حاسة بالذنب انك مش عارفة تعملي الحاجات الحلوة فتدوري على الحاجات الوحشة. انما ما فيش ام وحشة والله العظيم. حتى القصص اللي انتوا بتضربوا بيها المثل في انها امهات وحشة وقاسية، لو دورتي على اصل حكايتها وعرفتيها هتلاقي ان هو البني ادم ربنا مفيش حد حياته سهلة ان هو يختار الصح والغلط. مش كل الناس حياتها سهلة، في ناس ظروفها صعبة، لازم نحس ببعض. وما تخليش اللي انا بقوله يخليكي تقعدي بينك وبين نفسك تقولي يا ده انا وحشه قوي ان انا ولادي بيشوفوا كذا، انا وحشه قوي ان انا ولادي ما عرفوش يقولوا الكلام الفلاني، انا وحشه قوي ان انا يا جماعه سيبكم الشكليات. انت ممكن تكوني ما بتخليه يشوف كرتون وحش والنهارده هتغيري رايك وتخليه يشوف كرتون حلو، بس انت في الاساس مش ست وحشه. ما تشوفي انت واقفه طول النهار تطبخي له اكل بيتي نظيف عشان يبقى كويس، ده انت قاعده مركزه حتى مع دخل الحمام النهارده ولا ما دخلش، بقاله 2 ولا 3 ما دخلش، لا ده عنده امساك، انا هقوم النهارده اعمل ملوخيه عشان هو عنده امساك فما دخلش الحمام. لا ده انا هجيب الكتب الخارجيه دي لحسن هو لما قال الكلمه الفلانيه انا حسيت ان الحرف ده هو مش مستوعبه كويس، ولا الكلمه دي هو مش مستوعبها كويس. لا دي شعرها بدا يرجع لورا، انا هفرقه لها عشان ما ينحلش لورا لحسن كده مش هينفع. لا ده دخلة العيد هتبقى فساتين العيد غاليه قوي، انا دبق من دلوقتي واجيب فستان العيد. يا جماعه انتوا متخيلين انتوا بتعملوا مجهود عامل ازاي في كل خطوه؟ فما تقعديش تمسكي في الحاجه الوحشه اللي انت عملتيها. انتوا بتعملوا 1000 حاجه حلوه. انا موبايلي 5% فمش هلحق احب فيكم كتير قبل ما اقفل، بس انتوا عارفين انا قد ايه شايفاكم كويسين، واحلى حاجه تحصل ان انتوا تشوفوا نفسكم كده في المرايه قد ايه انتوا كويسين. لو المحتوى ده مهم لامهات تانية انشروه، انشروا الحلو، اعملوا شير، اعملوا لايك، ارفعوه. انتوا عارفين انا على عمري بقول سبسكرايب وفولو والحاجه ما بعملهاش، عمري لا عايز الحاجه بياخدها من نفسه، بس ده انشروه، اقلبوا الترند الوحش بترند حلو. صباح الفل وربنا يبارك في الولاد ويقويكم.